السلام عليكم، تابعين قناة التقنيات. طبعا قبل يوم نزل تحديث هونيستا. التحديث ما بيه أي ميزات جديدة، فقط إصلاح بعض الميزات اللي كان بها خلل. ندخل للتحديث نجربه سوا. طبعا اليوم الأحد، الليلة يعني الاثنين، توني راح أجرب النسخة الإصدار أساسا. تضغط على أول خيار، تنتظر. تسجل اسم المستخدم، كلمة المرور اللي عندك، ننتظر على ما يسجل الدخول. بعدها حفظ، فتحت عندنا النسخة بشكل طبيعي. الإضافات، الخيار الجديد اللي هو إصلاح الستوري، نضغط على إعدادات انستغرام. هذا الخيار تضغط عليه، تضغط على هاي الدائرة اللي هي الريفرش للإعدادات. بعدها يس، ننتظر على ما تحمل عندنا الإعدادات. نروح لقائمة الإصلاحات. هذا الخيار أول خيار اللي ضافه هو إصلاح الستوري، هذه القصة غير متوفرة. الخيار الثاني، طبعا هذا الخيار الثاني ضافوه قبل فترة مو اليوم. هذا الإصلاح، الخيار الثاني إصلاح للصوت، مغير الصوت داخل الدايركت. إضافة الخطوط تعرفونها شلون تضيف خطوط. تدخل على الثيمات والأيموجي والخط، تعرفون بعد هذا خيار الأيموجي، وهذا خيار الخط مال التطبيق، وهذا خيار خطوط الستوريات. طبعا راح اترك لكم رابط الايموجي iOS 16 بوصف الفيديو، كذلك رابط قناة الخطوط ما نشر بها غير الخطوط المميزة، وخطوط الايفون كذلك. اغلب المتابعين يسألون عن التاج المخفي. التاج المخفي يا عزيزي، مثل عندنا هنا ستوري اخونا رامز، نضغط عليه، موافق. تضغط على هاي العصا السحرية اللي بطرف الشاشة اللي هي هاي، نضغط عليها ضغطة واحدة. بعدها منشن ليست، اذا كان مسوي تاج راح يطلع. هسه هنا نو منشنز، يعني ماكو اي شخص مسوي له تاج. لو اكو عطل عنا بقائمة. اكيد الشرح مو لهنا يخلص، بعد عندنا اضافات اعدادات المطورين. هي اعدادات المطورين قبل فترة حدثوها، لكن بونيستا ما تحدثت، المطور بعد ما حدثها. developer options، نفعل هذا الخيار، نرست التطبيق، نرجع له. اللي ما يعرف يدخل للاعدادات مال المطورين الداخلية وليست اعدادات هونيستا. شي يسوي؟ يضغط ضغطة مطولة على زر الهوم اللي هو هذا زر البيت، تضغط ضغطة مطولة. بعدها الخيار الثاني مثل ما تشوفون موضح لكم بالفيديو، تضغط عليه ضغطة واحدة. انت الاعدادات اللي تحتاجها حرفيا كل الاعدادات اللي تريدها راح تلقاها اول خيار، الا وهو هذا اللي موضح لكم بالفيديو. الخيارات طبعا انا سبق ونشرت لكم قناة قلعة التقنيات العديد من الخيارات والتفعيلات اللي تحتاجونها اكيد. لهنا الشرح يكون خلص، وان شاء الله نوافيكم كل شيء جديد عن التطبيق وبقية التطبيقات كذلك بقناتنا على التليجرام، اسمها قلعة التقنيات فقط. تبحث عن قلعة التقنيات او عن اليوزر الظاهر لكم بالفيديو. ودمتم